تامر حسني وعمرو دياب كل واحد ليه شخصية على الستيج، وليه طريقة كلام بيكلم بيها جمهوره، وله كده حاجات معينة، تفاصيل يعني. مثلا نبتدي بعمرو دياب. عمرو دياب بيبقى له طريقة كده معينة في الكلام. نبتدي بيها مثلا بيعمل ازاي. يعني انا لما كنت في روتانا، عملنا السنة اللي فاتت حاجات كتير، يعني في حاجات ما نزلتش طبعا، مع الشاعر ايمن بهجت قمر. كنت تحية كبيرة قوي 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 قوي. وكان في بقى حاجات زمان لو تفتكروها، اللي هي بتاعت وانا برضو ما كنتش راضي انساكي واشوفك ماضي، ده انا مهما يحصل بينا مش هبعد عنك تاني، وانا برضو ما كنت. فاكرينها الاغنية دي؟ كانت تعبنا عبال ما صورناها في شهر ديسمبر ونوفمبر، يعني كان شهر من الشهور. وانا بحب اكل موز لان الموز فيه بوتاسيوم، فانا عايز اقول لكم بحييت. والله طيب. مثلا يعني تامر حسني ليه طريقه كده معينه على الستيج. يا جماعه فين محمد؟ يا جماعه محمد اشرف فين؟ والله حبيبي صباح الفل. طيب ماشي. يا حبيبي انا والبوسه دي. الله، ثانيه واحده بقى، ثانيه واحده بقى. والبوسه دي، انا مش سامع حاجه. لا، مش سامع حاجة. والبوسة دي من انا على ايدك واحدة وعلى خدك 100 واحدة يا عم ومن قدك، اه يا سيدي انا. اه